فنحن كحورونة اليوم حورونة وحوروثة اجتمعنا هون. هو اعتصام صامت أمام مبنى المحافظة بالحسكة. طبعا موضوع اعتصامنا هو المطالبة بحقوق المكون السرياني، كونه مكون أصيل وأصل الحضارة السورية في سوريا أجمعها. فنحن نطالب بالاعتراف باللغة السريانية كلغة أصلية في البلاد، ونقدم هدول مطالبنا وحقوقنا في كل المؤسسات، ونكون مندمجين ومشاركين في كل المؤسسات، ويكون المكون السرياني مشارك مع كل مكونات المنطقة سواء في كل المحافظات سوريا، لأنه نحن المكون السرياني ما لنا محصورين فقط في الحسكة والقامشلي ودربيسية وعمودة، لا نحن حتى عندنا بدمشق، عندنا بحمص، عندنا بحلب، عندنا مؤسسات شغالة وعم طالب بحقوقها، ونحن نسندها، ونحن كلياتنا كحورونة وحوروتنا نسند بعضنا بعض. جينا هون مشان نطالب بلغة الأم، واللي هي نفتخر فيها إنه هي نطالب بحقوقنا كلغة سريانية، ونحن نفتخر فيها كثير. وكمان اللغة هي هويتنا، وطبعا نحب دائما نحكي فيها يعني، ونفتخر فيها كثير كثير. يعني جينا هلا هون اليوم مشان نطالب بحقوقنا ونطالب باللغة السريانية. اليوم المعتصمين من أبناء الشعب السرياني، اليوم نحن هاي وقفتنا الاحتجاجية للمطالبة بحقوق الشعب السرياني في سوريا. طبعا حقوق كاملة، قومية، سياسية، ثقافية. هذا الاعتصام السلمي الحضاري أمام مبنى محافظة الحسكة لإيصال صوتنا، صوت الشعب السرياني في سوريا بشكل عام، وأخذ إجراءات من أجل إنصاف الشعب السرياني والاعتراف باللغة السريانية كلغة رسمية في سوريا. وهذا حق طبيعي لهالمكون الحضاري، المكون التاريخي اللي أعطى سوريا اسمه. معينان من ريشونيكو ليشونو سريايا رشمويو. كلنا معينان ليشونو سريايا رشمويو. تيحة